السلام عليكم. يبدو أنها صارت مشكلة موسمية، ترند موسمي. موضوع التحرش، لبس المرأة، العلاقة بين الأمرين. سبب كثرة اللغط في هذا الموضوع يا جماعة الخير عدم توضيح المفاهيم، خاصة بمنظار الشريعة، بمنظار الإسلام. سأنبه بإذن الله تعالى وأوضح. النقطة الأولى: البعض عندما يتكلم عن موضوع التحرش كأنه، والبعض لا، مش كأنهم، غير كأنه، البعض يبرر التحرش بلبس المرأة. ليش صار في تحرش؟ لماذا تحرشت؟ شوف شو لابسه. هذا يا جماعة الخير في الشرع غلط وحرام. الله عز وجل يقول للمؤمنين: وقل للمؤمنين، مش وقل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر فجأة، نظر غير المقصود، نظر الأولى، قال: اصرف بصرك. النظر الأولى سواء كان قدامك لابس نقاب، لابس حجاب، مش لابس شرعي، لابس واضح، أنت مأمور بأن تغض من بصرك. بصرك غضه، لا تطلع. طبعا إذا كان غض البصر مطلوب، كيف التحرش؟ بل أولى أكيد مطلوب. النقطة الثانية: لبس المرأة. طبعا هناك من يتحرش حتى في المنقبات، في المحجبات موجود. لكن لبس المرأة، هل لبس المرأة إذا كان مثلا لبس واضح ممكن يزيد نسبة التحرش؟ ممكن، منطقي جدا يا جماعة الخير، يلفت النظر أكثر. طب هل هذا يبرر التحرش؟ لا، لا يبرر التحرش ببساطة شديدة جدا. طب شو المطلوب؟ المطلوب مش مني، من أنا، المطلوب المطلوب من المسلمة ولا يبدين زينتهن. تمام يا جماعة الخير؟ خلينا نحل هذا الإشكال. طيب لساتي يا دكتور أيمن الأمر عندي مش واضح. أنا سأختم لك هذا المقطع بإيجاز حاسم جازم. وصية للشباب: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ووصية للبنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. أنت مطلوب منك غض البصر بغض النظر عن الآخرين، وأنت مطلوب منك الحجاب الشرعي كما أمر الله عز وجل. باختصار شديد، بعيد عن اللغط، مين السبب ومين المش سبب. اللهم فقهنا يا رب واجعلنا والمستمعين من المتقين. السلام عليكم.